السلام عليكم البنات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم تكون لاباس. اليوم جيت نشارك معكم هذه الوصفه نتاع البوراك الرائع، يعني ما يتشبعش صراحه، ما يتشبعش، خفيف اقتصادي، مكونات سهله، خفيف ظريف، يعني ما يطولش، وبلا غليان، صحي 100%. اذا نبداو مباشره في تحضير الحشو. لهنا عندي مقله ندير فيها 3 مغارف كبار نتاع الزيت. نجيب حبة بصل تكون كبيرة مقطعة شرائح بهذا الشكل، ولا 2 حبات يكونوا متوسطين. يعني هنايا الحجم ولا الكمية نتاع البصل نتوما تتحكموا فيها على حسب أفراد الأسرة. وجبت لهنا نص راس نتاع الكرنب، نقطعوه كذلك شرائح بهذه الطريقة. يعني هنا مهما تكتروا راح كامل يهود، يعني كما نعرفوا الكرنب ينقص الحجم نتاعو. نغلق عليه ونديرو على نار هادية، ومرة مرة نبقاو نحركو باش ما يلصقش. احنا ممكن نديرو في الكوكوط، ما لازمش تغفلوا عليه باش ما ينحرقش. لهنا بعد ما نشوف هذاك البصل والكرنب قاع دبال، يعني ونقص الحجم نتاعو، نشوفو تقلو الطياب، راح نضيف التوابل. لهنا درت ملح وحرور، هذا ما كان، ما تكتروش بزاف توابل. يعني كاين اللي يدير توابل نتاع البوراك وهذاك، ولكن ما ايفيتوهم يكون احسن. لهنا راح نضيف كمية تاع الصدر تاع الدجاج مرحي، يعني على حسب اللي متوفر عندكم. تبغوا ديروا اللحم، يعني على حسب على حسب اللي تبغوه. ونحاول نحلو مليح مع الخضرة نتاعي. ممكن نضيفوا الكابويا، ممكن نضيفوا زرودية، يعني على حسب الرغبة نتاعكم. هنايا غير فكرة باش نديروا هذا الحشو. نحل مليح هذاك اللحم حتى يطيب. من نشوفه طاب نطفيوه عليه. لهنا الحشو نتاعي راه واجد. بالنسبه للجبن استعملت هذا موندور، يعني بنين رائع. واستعملت ورق الفيلو باش نعمر البوراك. لهنا نحل الورق نتاع الفيلو. هنايا حاذروا عليهم قد ما تقدروا، لانه حساسين بزاف. غير تقلعوا ورقه نتاع الديول، لازم تم تعاودوا ترجعوا تغلقوا عليهم، وتغطيوهم بكيس ولا بمنديل يكون مبلل. نجيب الورقة نتاع الفيلو ونقطعها شرائح طوال، يعني تكون حوالي 5 سنتيم حتى ل7، يعني على حسب الحجم اللي تبغوه نتوما. نجي نضغط مليح كما راه موضح في الفيديو، وراح تتقطع بكل سهولة. نقطعهم قاع بنفس الطريقة. شوفوا كيفاش راها تتقطع بكل سهولة.
نكمل بنفس الطريقة ونغطيهم. هنايا ما لازمش تخليوهم هكاك على الهواء لانه يشيحوا ويبقاو يتكسروا. اذا نغطوهم وخدموا على راحتكم. ونجي نعمر البوراك نتاعي. لهنا ندير كميه نتاع الفرماج، ما تكتروش بزاف لانه الفرماج مالح. وندير الحشو نتاعي، ندير كميه من الحشو بهذه الطريقه ونغلق عليه. نديرو الشكل تاع الصمصه. فريمون هاد البوراك جا رائع، ما يتشبعش وجا خفيف. لهنا نجيب شويه نتاع الماء ونغلق به البوراك باش ما يتحرش في الكوشه. كما راكم تشوفوا ندير الماء ولا نديرو خليط ما بين الماء والفرينه. هنا درت غير الماء يكفي. ولا كملت شكلت كاع هذاك البوراك اللي عندي وراح نديرو في البلا. هنايا الفرن كنت مشعلته ديجا من قبل على 180 درجه حتى 200 درجه. لهنا نجيب صفار البيض ونطلي البوراك من الفوق وندخلوه الكوشه. هنا من نشوفوه خدا اللون الذهبي نخرجوه من الكوشه. فوالا هذا هو الشكل النهائي نتاع البوراك نتاعي. يعني جا رائع وخفيف خفيف ما يتشبعش، يعني ما فيه لا زيت، اقتصادي وبنين في نفس الوقت وصحي. ولهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، نتمنى تجربوها. خلوا لي رايكم في التعاليق والى فيديو اخر ان شاء الله.